سيادة الرئيس، احنا عاوزين حكومة تاخدنا لفوق، وده طلب أراه حقا لا جدال فيه. حكومة تسير أعمالي وتحافظ على واقعي من سيء إلى أسوأ، أنا آسف، دي مش حكومتي. حكومة تصنع لي واقعا جديدا وتغير حالي يوما بعد يوم، هي دي حكومتي التي لن أقبل غيرها. أما حكومة تدير ملفات بامتياز، ده ممكن يبقى مجلس أعلى ترأسه سيادتك لإدارة المشروعات الكبرى في مصر وما أجمله. ناس دي ماسكة مشروعات كبيرة، ممكن يكون هم عارفين بيعملوا إيه. الرئيس مش عايز يعمل برجلة، يشيل وزير دلوقتي وقدامه مثلا سنة ويسلم المشروع. أنا بفترض يعني. طيب ممكن الناس دي تبقى مجلس أعلى لإدارة المشروعات المصرية الكبرى المحلية والعالمية قوي، ويبقى عندنا حكومة يا سيادة الرئيس تعمل من أجلي أولا. لأن يا ريس أنا لو وقعت حضرتك مش الدولة مش هتبقى دولة، مش هتقف. أنا لازم أبقى قوي وأقدر أديك ضرايب وأقدر أدفع كارتة وأقدر أدفع تمن البنزين وتمن كارت الكهرباء وتمن كارت المية. من مصلحة الدولة إن المواطن يظل وإلى الأبد قادرا على تلبية احتياجاته. ما اعتقدش ان الدولة هتبقى مبسوطة ابدا لو في يوم مليون 2 مليون مصري ما معهمش فلوس ينوروا في الكارت فقعدوا في الضلمة. اكيد الدولة ده مش هدفها ولا مبسوطة. لكن الدولة وهي بتكريت الموضوع كان يجب ودائما وابدا انها تراعي البعد الاجتماعي المجتمعي لشعب زي مصر بظروفه القاسية. النهارده بقت الاحتياجات مش بس للفقير اللي ظروفه قاسيه. دايما احنا بنتكلم يا جماعه بنقول ايه؟ والناس والفقراء والمساكين. يا جماعه في ناس كتير قوي تعبانه وهي مرتاحه. بلاش يبقى في قسوه على الغني وقسوه على متوسط الحال لمجرد انه راكب عربيه وساكن في كذا وعنده شاليه. لا لا خالص، هو حاسب عليهم من صحته ودمه وحاجات كتير. لا، في ناس غير الفقراء عندهم مشاكل. نغمة الفقير يعني اسمحوا لي تجارة. مفيش حاجة اسمها فقير وغني، في حاجة اسمها مواطن. اي فقير وغني ده في الضرايب، في عربيته اللي راكبها 2000 سي سي ولا 1300، في شريحة الكهرباء. احنا عاوزين حكومة تاخدنا فوق بفكرها. في ناس يا سيادة الرئيس بتقدر تعمل فلوس من غير فلوس، وناس معاها فلوس وما تقدرش تعمل منها فلوس. انا عايز الاولانيين. صعبين؟ لا يا فندم، مش صعبين، مش صعبين. اما يا ريس بعد اذن حضرتك، مناقشة فكرة الازمة العالمية هي السبب، بالتأكيد انها جزء من السبب، ولكنها ليست السبب. ليه يا ريس؟ ما احنا عومنا يا ريس في 2016. يعني يعني جزئيا يعني خفضنا في 2016. ده نتيجة ايه؟ اقتصاد، الانتاج، الصناعة. مفيش حاجة سند العملة، مفيش سياحة شايطة نار في مصر، مفيش موارد دولارية ضخمة. الطلب على الدولار اقل اكتر كتير من المعروض. طيب ما هو احنا ما كانش فيه ازمة روسية يا ريس ايامها؟ فكرة ان الازمة الروسية مؤثرة ده مفيش كلام، محدش يقدر يقول انها مش مؤثرة. انما يا ريس هي ليست السبب الوحيد. واسمح لي يا ريس، لو بلد توقعها ازمة يبقى في مشكلة، في مشكلة في تخطيط حكومة هذه البلد. لأنه من الطبيعي أن أي حكومة في الدنيا يبقى عندها خطة طوارئ في كل مجال، في كل شيء. جالي طاعون هعمل إيه؟ خطتي تطلع من الدرج، مش هنقعد نجري في الطرق. أتصور أن ده في كل القطاعات. دولة ممكن تواجه أزمة نتيجة إن إحنا مواردنا بتيجي من أوكرانيا وروسيا القمح. طب لو دي في ناس لازم تذاكر فما تعرضنيش أنا لده.
ده أداء احترافي من حكومة تقدر تتنبأ وتقرأ وتتوقع وتحتاط. أما حكومة بتحاول في غلاء تنزل زيت ورز للناس وتدعم ب 300 جنيه. الله، هو احنا هنعيشها مساعدات لحد امتى؟ طب يا فندم، ما هو المساعدات دي ما هي فلوس جايه من اموال المصريين. طب لما نوصل للمصريين مش قادرين يدفعوا، احنا ما بنحلش. يعني احنا في الاتجاه ده. يعني انا طالبت طلب غريب والناس زعلت مني. يعني ايه دعم؟ دي اهانه للمواطن المصري وللدوله المصريه. تدعمه بكام؟ 300 جنيه 400 كام يعني؟ لا يا فندم، ادعمه اديله صناره وعلمه الصيد. وقلت كده مثل، اديله مكنه خياطه وقول له انتج، وانتاجك هتسلمه في الحته الفلانيه عشان هيتصدر للحته الفلانيه مثلا. فاذا لم تستطع حكومه الدكتور مدبولي تحقيق اهداف المواطن المشروعه التي لا يليق ان يتم تجاهلها، اذا لم تستطع فلترحل.